أيها الإخوة، الخطيب قرر يخطب جوه أوضتي. أنا مش عارف أنا نايم في السرير ولا نايم في الصف الأول. يوم الجمعة اليوم الوحيد اللي الواحد بيبقى عايز ينام فيه لحد الظهر ويعوض سهر الأسبوع كله. قافل الستاير ومظبط التكييف وداخل في أحلى حلم، وفجأة الميكروفون اللي تحت البيت اشتغل بصوت رعد. الخطيب صوته جهوري لدرجة إني بقيت حاسس إنه واقف فوق راسي وبيدعي عليا شخصيا عشان لسه ما نمتش. حاولت أغطس تحت اللحاف، مفيش فايدة. عقلي بدأ يشتغل: قوم يا استكمان صلي، قوم يا بطل. بس جسمي كان ليه رأي تاني خالص. جسمي كان عبارة عن شوال رمل لازق في المرتبة بغير أصلي. حاولت أرفع إيدي بس عشان أقوم، إيدي خانتني ووقعت تاني مكانها. ترخ. بقيت قاعد على السرير، شعري منكوش وعينيا مقفولة، وبقول آمين مع كل دعاء وأنا لسه بالبيجامة الكستور. وخلاص عقل الباطن اعترف بالهزيمة. وفجأة لقيت الدنيا سكتت. بصيت في الساعة، لقيت الصلاة خلصت والناس طالعة بتبخر الجامع، وأنا لسه مكاني، لا صليت ولا عرفت أنام. دي مأساة كل واحد بيتحول لزومبي يوم الجمعة. لو حصلت لك قبل كده اشترك في القناة عشان نوصل ل1000 مشترك ونلحق الصلاة مع بعض. أخ وأخت، ستيك مان وستيك وومن.